السلام عليكم مشاهدي الجديد بريس. اليوم كنتواجدوا بثانوية إعدادية زمران الشرقية، وجينا عند السيد المدير باش يعطينا واحد التوضيح شمولي ومبسط فيما يخص هذا الحفل هذا. تفضل السي المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنشكر جريدة الجديد بريس على تغطيتها لهذا الحفل. بالنسبة للسياق ديال هذا الحفل، يأتي في إطار الحفل الختامي التتويجي للموسم الدراسي 2022-2023 الذي اعتادت المؤسسة أو مجموعة مدارس ولاد نصر زمران تنظيمه سنويا، وذلك بغية تحفيز التلاميذ وتشجيعهم على تحقيق التميز. والجديد في هذا الموسم هو تحقيق مؤسسة مجموعة مدارس ولاد ناصر زمران مراتب عليا على الصعيد الوطني في إطار أنشطة الحياة المدرسية. أولها المهرجان الوطني لفن الخطابة التي نالت التلميذة فيها نسيمة شانة، الذي تأهلت إليه التلميذة إلى المستوى الوطني، ولم يحالفها الحظ في الفوز بهذه المرحلة. المشروع الثاني وهو المشروع الوطني للقراءة في نسخته الأولى الذي تأهل إليه التلميذ أيوب الشتوي، وأيضا في النسخة الرابعة المشروع لمهرجان تحدي القراءة العربي. كما نظمت المؤسسة أيضا حفل تكريم بمناسبة انتقال أستاذتين كانتا يعملان بالمؤسسة، اللتان بهذه المناسبة نتمنى لهما مقاما سعيدا في مقر عملهما الجديدين. ويأتي أيضا هذا في إطار مثلا عرفان وامتنان بأداء ومجهودات الأساتذة التي قدمها خلال الموسم الدراسي 2022-2023، ونتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه مصلحة وخدمة هذا الوطن العزيز. وشكرا لكم. أيضا أشكر السيدة مديرة الثانوية الإعدادية زمران الشرقية التي هيأت لنا هذه الظروف، من أهمها الفضاء والتجهيزات ديال المؤسسة. وكما لا يفوتني أيضا أن أشكر زملائي المديرين الذين شرفوني بزيارتهم وبحضورهم في هذا الحفل البهيج. كما أشكر أيضا السيد المدير الإقليمي نيابة عنه الذي حضر فيه السيد المدير الذي حضر رئيس مكتب الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية نيابة عنه، والحضور الكريم جمع. السيد المدير على التوضيح هذا، وحنا نرى الإشارة كجريدة إلكترونية، وتحية لجميع المشاهدين. شكرا.